هنتعرف مع بعض في فيديو واحد. انا مين اصلا؟ شكله اسيوي بس بيتكلم مصري. طب ازاي؟ غريب جدا. اولا أنا اسمي طارق، كنت طالب قسم اللغه العربيه بجامعه اندونيسيا، دخلت جامعه 2018 واتخرجت اواخر سبتمبر اللي فات الحمد لله. زي ما انتم شايفين كده انا بتكلم بس بالطلاق الحمد لله، بفهم تقريبا كل لهجه العرب، فكلموني عادي باي لهجه اللي عندكم. اتعلمت مصري ازاي وليه؟ كنت مش متوقع ان انا ابقى شاطر في اللغه العربيه، بس انا بحب الادب والكتب. في اندونيسيا بقى لما هتخش الجامعه ممكن تختار 3 أقسام، 3 اختيارات. يعني لو فشلت في الاختيار الأول هتنافس في الاختيار الثاني، لو فشلت في الاختيار الثاني هتنافس في الاختيار الثالث. فاخترت 3 أقسام: الأول قسم اللغة العربية، الثاني قسم اللغة الإندونيسية، الثالث قسم التاريخ. بعد الدعاء والجهد نجحت في اختيار الأول قسم اللغة العربية. طب سؤال بقى، يوم ما دخلت الجامعة تتعلم مصر على طول ولا الفصحى؟ اكيد نتعلم الفصحى من البدايه، لانه الجامعه دي جامعه عامه او جامعه حكوميه، يعني ناس من اي باك جراوند ممكن تخشها. يعني حتى في دفعتي انا كان في واحده صاحبتنا من ديانه اخرى يعني مسيحيه، فمش لازم تبقى مسلم عشان تخش القسم اللغه العربيه. تعلمت الفصحى 4 سنين وتعلمت مصري 2 بس. اكيد زرت مصر قبل كده صح؟ لا، ما زرتش مصر ولا مره في حياتي ولا دوله عربيه اخرى. تعلمت من قنوات مصرية ومحتويات مصرية اللي موجودة في انستغرام، يوتيوب، وتيك توك. طب ازاي يا ابني؟ في مثل اندونيسي: على بيسا كارنا بياسا، انت تقدر عشان تتعود. فتعودت على مصر كتير جدا، بدأت بمشاهدة محتويات قصيرة، بعدين نتطور ونتطور ونتطور. نصيحة واحدة: في وسط تعليمك ممكن هتغلط، ما تستسلمش وتقوم تركض تاني، بس كده.